بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. أهلا بيكم في قناة البطل الروماني. أولئك صرخوا والرب سمع ومن كل شدائدهم أنقذهم. قريب هو الرب من المنكسر القلوب ويخلص المنسحق الروح. مزمور 34. رسالة النهاردة من أم الرحمة أمنا العذراء مريم، جاية النهاردة برسالة مطمئنة بتقولك: ابني الغالي اطمن، ابني معاك وقريب جدا منك وهيعديك من الصعب اللي انت قلقان وشايل همه وخايف جدا منه. يسوع مش هيسيبك، هيفرحك بطريقة عجيبة أبدا ما خطرت على بالك. ده ربك شايف اللي انت فيه وسامع صلاتك وصراخك وخلاص هانت، هيستجيب. ما تخافش كده ولا تيأس، اطمن، ده حلوله عجيبة. هيمد ايده وهيغير كل شيء وهيفرح قلبك وهينقذك وينجيك من اللي انت فيه. اللي انت فيه مش هيدوم، ده أمر مؤقت. ربك وحبيبك يسوع هيخلصك من كل ضيق. ما تخافش، هيغير كل شيء وهيفرح قلبك، لأنه هو الوحيد اللي فعلا بيحبك جدا وحاسس بكل اللي فيك، ولأنه كمان هو اللي قادر يدخل الفرحة والسعادة لكل نفس حزينة وكئيبة ومتألمة. زي كلام المزمور: قريب هو الرب من المنكسر القلوب. هو الوحيد اللي حاسس وعالم بكل الخبايا وكل اللي بتخفيه القلوب، وقادر يقيم كل نفس منكسرة ويطيب كل نفس صارخة ومتألمة. هو الوحيد يسوع اللي معاه الراحة، هو الوحيد اللي معاه السلام والأمان والاطمئنان. اطمن، ما تخافش أبدا من شيء، اتشدد كده وتقوى. ربك مش هيسيبك، هيستجيب، هيستجيب باستجابات مفرحة، استجابات هتغير حياتك كلها. هينقذك من كل شدة ومن كل ضيق، هينجيك. ما تخافش، صدق، صدق إن يسوع بيحبك وإنه أبدا ما يتخلى عنك، واللي انت فيه هو كمان معاك فيه وحاسس بيك جدا وهيعديك منه بسلام وخير، وهيديلك كمان أكتر من اللي انت بتطلبه واللي انت عايزه. اطمن وامسك في إلهك وما تشيلش أي هم. شوف كده الكتاب المقدس بيقولك إيه في سفر الجامعة عدد 11:10: فأنزع الغم من قلبك وأبعد الشر عن لحمك. يعني إيه؟ يعني هينزع أي هم وغم وحزن من قلبك ومن حياتك كلها، وهيبعد ويصرف عنك أي شر لبعيد. هيحميك وينجيك من كل خطر، هيحوط ويسيج عليك بنعمته وحمايته الإلهية. ربك مش هيسيبك، ما تخافش وما تشيلش الهم أبدا، وسيب كل حاجة على اللي عمره ما سابك ولا تخلى عنك. اطمن وتشدد، يسوع هيرفعك فوق كل ضيقة وفوق كل محنة. مش هيسيبك كده، بس انت انده عليه من قلبك وقوله: يا رب، يا رب انت عالم بكل شيء وعارف كل شيء. انت اكتر حد عارف اللي في قلبي وعارف كل اللي بيحصل لي. اتدخل، اتصرف، حل ودبر كل أموري وحياتي. تلاقي يسوع أبو قلب حنين اللي قلبه مليان بالرأفة والرحمة يطمنك ويطبطب على قلبك بطلبك اللي انت طلبته منه ومنتظره. تلاقيه يفرحك ويديلك سلام عجيب ويدبر أمورك بحكمة عجيبة فوق أي منطق. ما إلهك
لا يعثر عليه أمر أبدا. هيديك كل احتياجاتك، ما تخافش. هيعوضك أضعاف أضعاف، ما هو عارف كل حاجة. والله قادر أن يزيدكم كل نعمة. كورنثوس 9:8. هو قادر يغنيك ويعطيك كل اشتياق قلبك ويشبعك من خيره ومن نعمه. ما هو أقرب قلب ليك، واللي حاسس بجد بكل اللي فيك. هو حاسس وعارف كل حاجة، ما تخافش. هو حاسس بإحباطك، حاسس بكسرتك، حاسس بيأسك وضعفك وخذلانك وخيبة أملك. ومش حاسس وبس، ده كمان مقدر كل حاجة، وأبدا ما هيضيع تعبك. وعلشان هو الأب الحنين اللي عارف كل حاجة عن ولاده، ومفيش أحن من قلبه ولا أطيب منه، هيعوضك. صدقني هيعوضك عن كل خسارة انت خسرتها، وعن كل شيء اتسلب منك، وعن كل حاجة انت افتقدتها ونفسك فيها. هيعوضك تعويض مش عادي. هيعوضك أشكال والوان بتعويضاته اللي ما تخطر أبدا على بال بشر. اطمن وامسك فيه بس، وثق فيه من قلبك. آمن بقوته، آمن بقدرته وإمكانياته الغير محدودة. آمن بإبوته ليك وحبه اللي ملوش حدود. وسيب كل حاجة عليه هو، وما تخافش. لو في يوم ضعفت ولا خفت، فكر نفسك بالحاجات الصعبة اللي عداها معاك كل أيام عمرك، واللي انت كنت فاكر إنها مش هتعدي. فكر نفسك بالحاجات الحلوة اللي ياما أبوك السماوي عملها معاك، وتأكد إنه هيعدي كل صعب دلوقتي موجود في حياتك. مش هيعديه وبس، لأ، ده هيعديه بخير وسلام. وهتخرج من كل ضيقة ومن كل تجربة بانتصار ونجاح وبركة كبيرة. ومش بس كده، ده كمان كل اللي جاي هيكون أحلى بكتير من كل اللي فات وكل اللي عدى في حياتك. وهتتأكد إن صلاتك ودموعك وصراخك ما راحوش على الفاضي أبدا. دول وصلوا عنده وسمعهم، وبيقولك كمان حبيبي حاضر. وهيستجيب بالاستجابة اللي هتفرح قلبك وتدخل البهجة لحياتك. آمين. ربنا يفرح قلوبكم ويعطيكم سؤالكم بشفاعة أم النور وشفاعة جيوش السمائيين وجميع الشهداء والقديسين، وبشفاعة أمير الشهداء الجدع ماري جرجس. قناة البطل الروماني.